عبداللاوي، وجدي عبداللاوي، اللي كان تعرض إلى حادثة من جراء عملية المطاردة لواحد اختلس يعني مجموعة من الأموال من أحد فروع البنكية، وهو وجدي. اليوم حبينا نكرموه على موجات إذاعة صفاقس. وجدي أهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا مرحبا بك، ونشكركم شكر خاص على زيارتكم، ونشكر الزملاء ونقابتنا والاولاد الكل، ويرحم والديكم. وقتاش صارت لك الحادثة هذه؟ هذا صارت نهار الاثنين 4 في الشهر 3 ودرجة حاجة كيما هكا. ايوه نتاع العشية يعني. هي نتاع العشية وانا كنت في ثنية سيدي منصور، كنت بعد خالتي وفي اتجاه الفوج معناتها مش نمشي نخدم. وصار الموضوع انه لقيت شخص يعني اختلس مجموعه من الاموال وخارج من احد الفروع البنكيه، وانت قمت بالمطارده نتاعو يعني الشخص هذايا. بالنسبه لي انا جايب الموتور نتاعي نمشي معناتها رضني شكون يعيط والاخر عنده فلوس معناتها هرب له بها في ساك. كاو دورت الموتور نتاعي وصار الموضوع كاو زيد دوريه يوميه نتاع الجيش وكمل الموضوع كاو. اي وتعرضت الى كسر على مستوى الرجل. بالنسبه للضربه اللي في رجلي انا على الاول ما شلقتش بها، صحيح وجعتني شويه معناتها استبطت الموضوع باش تكون كي كملنا الموضوع قصدت ربي باش نمشي نخدم ساخي نفخت شويه والحاصل ولا توجيع برشا. هزوني الاولاد يرحم والديهم من الفوجه نتاعنا وصورتها وجبستها وكاو. فما عناية خاصة أكيد من طرف كل زملائك الأمنيين اللي جاوك هنا للمنزل وتمنوا على الصحة نتاعك والسلامة. أنا بالنسبة لي نشكرهم شكر خاص 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 برشا لأولاد الفوج نتاعنا والزملاء الكل من بعيد ومن القريب، والنقابة نتاعي يرحم والديهم اللي معناتها اللي يكلمني بالفيسبوك واللي يكلمني بالتليفون واللي بمجهوده الخاص نجم معناتها يعمل أي حكاية. يرحم والديهم الكل، يرحم والديهم يرحم والديهم يرحم والديكم. يعطيك الصحة خويا وجدي. هو أنت نموذج من مجموعة من الأمنيين اللي قاعدين في مثل يتعرضوا إلى المخاطر في مثل الوقت هذايا.